يعطيكم العافية. أهلية بمحلية اليوم. المحامي المشطوب قيده من جدول المحامين في نائبة المحامين في بيروت إداريا، تعسفا، كيديا، رامي علاء. يعني أنا بمحطات محددة بحكي من القلب أكثر من محطات تانية، بس الأمور تبلغ مكان لا يطاق أكثر من قدرة على التحمل. واليوم نحن بمنعطف أساسي جدا جدا جدا، مش بتاريخ نقابة المحامين في بيروت بس أو مهنة المحاماة أو بيروت أم الشرائع، بتاريخ لبنان كله، لأنه نحن اليوم أمام قضية شعب بكل ما للكلمة من معنى، متسلط عليها ومستلمها حفنة من المرتزقة بدولة عميقة ولا بدولة موازية، عم بينكلوا بالناس، حتى يعني عم يسكروا بالتنكيل، حتى الثمالة بيعيشوا حالة انسلاخ كامل عن الواقع وإنكار لعذابات وآلام الناس، وخاصة بهالأيام المباركة لكل اللبنانية. اليوم الحكي رح يكون مختلف كتير. نحن منسمي، مندل بالأصبع وبنحكي حقائق وإثباتات، وأنا مسؤول من هلأ عم أقول عن كل كلمة بقولها، مسؤولية كاملة، ومستعد لتحملها لهالمسؤولية مهما كان. وقبل ما بلش بس بدي ألفت النظر، أنا اليوم بالمعنى التقني مني محامي، كنت عطول اتحسب لأنه أنا مؤمن بمهنتي وبحبها ومؤمن بنقابتي اللي هي بيتي، واللي بيعرفوني من المحامين المدرجين على اسمي ولا غير اسمي بيعرفوا قد ايه كنت عم بحكي بمستوى راقي عن ضرورة تمسك بنقابتنا وببيتنا والمحافظة عليه. فأنا اليوم معليه عندي بريك، بقدر أحكي أبعد من هالحسابات اللي كنت انتبه لها. ما حدا قالوا علي شيء، لا نقيب ولا مجلس ولا حدا، وعم بحكي مش محامي ولا حتى مواطن، إنسان انتهك كل تفصيل في كرامة وفي عزة وفي حياة سوية بحياته، وأنا يمكن أفضل من غيري. عم شوف حالات مش بس من المودعين والموكلين، روحوا شوفوا الناس. كنت عم بحكي معهم ومرقت شغلة بمجلس نائبة المحامين، انتوا عم تحكوني كأنه عايشين بسويسرا، ما عم تحسوا بآلام الناس؟ هالقد منسلخين؟ المحامي هو أهم شخص مفترض يكون بتماس مباشر مع عذابات ومقاس الناس، رسالته الحق والعدل. أي حق وأي عدل عم تحكوا عنه، وعم تحكوا بجنس الملايكة مثل ما بيقولوا الناس بالناس والقطط بنفاس. طيب بلشنا. معليه بدي أعمل تسلسل بالأول لمسار الأحداث باختصار، أنا بدي أحكي كتير 3 ساعات ما بخلص، بس لتعرفوا يا محامين شو عم تعمل. مش نقابتكن، نقابة فوق الكل وبتضل، اللي عم بيديروها بهالمجلس نقيب وأعضاء. بدي أحكي بمسؤولية. في كتار محامين متوترة وخط الرجعة، يا عمي بالقصة بطلت هيك، حياتنا بالدق. أول شي بلشت الحملة هيك بسرعة مع أساس القمع. وخليني أقول شغلة، ما عليه، ما في شي شخصي أبدا، ما عندي مشكلة مع أي حدا، اللي بيشوفني بعين بشوفه بعينتين، وما في شي فئوي وسياسي. ما إلي أريد وطنا، مثل ما قال غسان تويني، دعوا شعبي يعيش،
بدنا نعيش بشوية كرامة بعد بالوقت الباقي، ونحط عيننا بعيون الأجيال الجاية إنه قادرين نورثها شيء من حياة كريمة وسليمة. بلشت الحملة مع نقيب القمع الأساسي ملحم خلف. ما ننسى نحن ما يعني اللي عملوا بعد النقيب كاسبار والمجلس بعده ما غطى على قمع الحريات العميق اللي قام فيه. ما بدي احكي كتير، وكان نتيجته أول قرار شطب بعد تحويل على المجلس التأديبي كيدا وظلما وتعسفا بكل ما للكلمة من معنى. طبعا في شغلات بالتفاصيل ما رح أحكيها لأني مؤمن بالقضاء اللبناني رغم كل علاته، مؤمن بالخير على أيدي بعض المحاكم والقضاة. هذا بلدي وما بروح بهلل قد ما كان منكوب وقضاؤه فيه خلل لأي قضاء أجنبي، لأنه بحترم نفسي. أوكي، بحب الضغط وبخليه يكون طريقة ليحث القضاء اللبناني، ولكن ما بقدر. في حدا بده يعمل شير للفيديو، ولكن ما بقدر إلا يكون نظري على القضاة باسم الشعب اللبناني. قضاة برا كل واحد بيحكم باسم شعبه، وعم نهلل ونعمل قضاة أوروبية وما بعرف شو، مصادرات وأموال ومودعين ورياض سلامة. بالوضع الحالي تضليل للمودعين بهالطريقة، قرش من أموال المودعين مش رح يرجع. لازم صرتوا تعرفوا لعبة الإعلام والمصالح والتضليل. على كل، عشان هيك ما رح أحكي تفاصيل، قلنا لأترك شيء الملف قدام محكمة الاستئناف. هلأ بحكي باللي حصل اليوم، ولكن كنا أساساً ناطرين حكم من حوالي أسبوعين أو 3 بقرار الشطب الأول، ومتأملين طبعاً لأنه ما في كان بحسب ما نحن منقول، نحترم رأي المحكمة والقضاء أكيد، ولا مخالفة ولو هالقد، لا قبل ولا بالشطب الحالي. وانا بتذكر قلت لهم للنقيب واعضاء المجلس، اذا بتلاقوا علي مخالفه فعليه وحده هاي رقبتي بمضي لكم على قرار اعدامي، لانه انا مربى ببيت ومن معدن ما بيوقف الا مع الحق ومع الخير. كانوا يعلطولنا انا واخواتي بالمدارس وقت يكون في خلاف بين التلاميذ لانه عادلين ومهذبين لنعطي راينا. هيك تربينا وقلنا الفخر، وهيك منضل وما منساوم. ومثل ما امي كانت تقول وتقول، ابني ما بيوقف الا مع الحق ولو قطع راسه. بعد قصة النقيب خلف، اللي النقيب كاسبار هلا كان مفوض قصر عدل، وقال بجلسة الاستماع قال في يوم طلعت 6 مرات عند النقيب بس ليشوفك، ضل 1.5 سنة ما له عين يحط عينه بعيني. قال لي رفض استقبالك، ما بده يشوفك. شو عامل له؟ شو فيه؟ قلت له انا محامي وهيدا نقيبي، وهيدا النقيب اللي بعد ما بلشنا بمرحله الفساد ملحم خلف، وكنا عنده نحن و3 و4 محاميه بالمكتب، وقال انتوا اللي عملتوه ما حدا عمله، مطرح ما وصلتوا ما وصل حدا، بالحرف خلوا سقفكن عالي وانا والنقابه كلها معكن. وصار في جلسة بعد منا، تحمسنا وصدقنا وجبنا مع الأساتذة من تحالف متحدون ورقة بحوالي 40 أو 50 دعوة أساسية، من المصارف للنفايات للضمان الاجتماعي لغيره للمودعين، وقلنا له نحن نضع أنفسنا ومتحدون بكلها وكليتها بتصرف النقابة، وما بنشتغل إلا تحت سقف النقابة. وكان هذا اللقاء الأخير اللي بده يجي تعليمات من مين ما كان، نبيه بري ومئاتي وغيرهم، ما يعمل نقيب. لك بالنهاية الحق على المحامين، ما عليه أنا من حبي للمهنة وللزملاء اللي بينتخبوا هيك ناس. نقيب المحامين ما في فوقه حدا، ويا أستاذ ناظر
بقول لك زيت الحكي. بالاجتماع كنتوا كلكم وجوهكم سوداء الا 2 أو 3 رح سميهم بالاسم وشو صار معهم هلا. واكثر من نصكم قاعد بطرف الطاوله ما حكي كلمه وبطاطق راسه لانه عم يشهد على مجزره مش بحق المحامي رامي علاق، بحق نقابه عريقه لبيروت ام الشرائع. ما راح احكي كثير عن هذا الموضوع ولا احكي عن الاحداث اللي سبقت. من فتره حوالي الشهرين او اكثر طلبت اجتماع مع النقيب كاسبار، اجتمعت معه، كان في عنده الاستاذه مايا زغريني، الاستاذه ميسم يونس فلت قبل اخر الاجتماع، وثلاث اربع محامين مش مذكرهم بالاسم بس بضلهم حد مكتب النقيب. بلش النقيب، النقابه كلها ضدك. ليه يا نقيب؟ لانه عم تقبض مصاري كثير من الاعمال اللي عم تعملها. وبالحكي من هون محاميه ومن هون قد ايه قبضت على الاعتماد $1,000,000 ولا؟ طلعت انا هيك من اصل ساعه يمكن 30 او 40 دقيقه اضطريت، ما بدي اقول برر حالي، ولكن شو عم بيصير؟ محامي يعني اثبات، يعني دليل. انتو نقيب واعضاء مجلس ومحامين عم تحكوني بما شوه علي الناس فيه، وثاقبت جاي من المكتب انا ومقطوع على الكهرباء للمره الرابعه كرمال $140. ما بعمل، ماني مضطر، بس طلع هيدي. وثاقبت مطرح ما قاعد توجه لي لوم وانذار، لازم اترك، صار لي مدري قد ايه مش دافع الى اخره. اضطريت اعمل هيك، قلت لهم يا جماعه الكم علي، اللي بحكيه وبقوله، اللي بيحكيه غيري ما خصني. من هونيك بعد ما شرحت بقول لي النقيب إيه لكان ليك وبشله اياها. انا هيدي انا ما باخذ الصالح بعزا الطالح، وانا بعلاقتي مع النقيب هي اول مره بحكي بهالشكل، لانه لو كان في عنده بعض الايجابيه بالجلسه وغيرها جلسات الاستماع، انت نقيب محامين ما فيك تكون راضخ، انت بتمثلنا، انت بنشوف حالنا فيك. انت بس فتني قضيه المودعين شفت شو عملنا، حطيناك فوق راسنا لبعد ما صار شيء بعدين وقطب مخفيه صار نقيب المصارف بدل نقيب المودعين. اللي متابع بيشوف. على كل بالاخر بيقول لي لكن النقابه كلها لازم تكون معك. انا لسبب خطا اساسا مش لازم تكون النقابه ضدي لاسباب تشويه. قلت له نقيب انا بحب اشرح هيدا الشيء لك، قعدت ساعه شوي فهمت الامور مثل ما هي مع المجلس. انا طلبت احكي مع المجلس. بيقول لي ما انت كنت طالب من وقت النقيب خلف وما كان يقبل يشوفك، وهلا صار لهم 4 أشهر هن بدهم يسمعوك وما حدا مسترجي يبلغك. مش عم بحكي شيء سري، يعني المحامين قاعدين. قلت له دخيلك، انا عم بطلب الجلسه، وقبل ما اظهر اكدت عليها، لانه انا محامي ما بتخيل نقابتي تنصب لي فخ او تنصب لمحامين وزملاء اخرين، مثل ما قلنا القصه هلا قصه ابعد مني ومن الاستاذ نزار يعطيه العافيه وغيرهم. ظهرت من عنده وفت دغري على مكتب امين السر سعد الدين الخطيب، قلت له كنت مع النقيب وبترجاك عملوا لي جلسه استيضاح استماع اللي بدك اياه، بدي احكي، عندي كثير بدي اقوله، اذا انا قعدت هالقعده وشفت هالقد في تشويه. قال لي ايه، ومرق جمعتين وزرته وذكرته خصوصي، بس وقتها كان حكيني مفوض القصر. هلا بنقول شو يعني مفوض القصر بعد شوي. استاذ مارتينوس بدي اياك تمرق لعندي، بس في شكوى عليك من جهاد العرب. هيدي بجمعة أول جلسة نهار تنين بنفس الأسبوع، الخميس كان الاستماع. مرقت لقيت قدامه ملف تخين هالقد، محتار عم بيقلب فيه ويشوف. قلت له شو في؟ خلينا نشوف الشكوى. قال لي ما في شكوى. قلت له لكن كيف هذا واصل لعندك؟ واصل من نائب العام الاستئنافي ببيروت زياد ابو حيدر، القاضي زياد ابو حيدر. بيقول لي
دخلك المدعي العام بحق له يحول الوصف الجرمي، هو عم يقرا انا قاعد، من قد حوزام. كان في شكاوى من جهاد العرب قد حوزام، هيدي قبل ما يتم الادعاء عليه مرتين بطرابلس وببعبدا، مش نحن بس تشكينا ادعاء من النائب العام البيئي هون وهون. قلت له مش على علمي يعني شو عجينه هي. رجع قلت له فيني اشوف شوي، طلعت بهالمستندات ما طلع في شكوى، طلع في تحويل بادعاء بال 605 احتياج قصص. وصرت شوف ملفات قديمه تحولت على اساسها على المجلس التأديبي من قبل. مفوضة القصر وقتها بالإنابة الأستاذة ندى تلحوق استمعت لي ل6 ساعات ونص، يمكن نزلت دمعتها بس حست قد ايه مظلوم عن هذا الملف. شفتهم كلهم مجمعين هيك من كل وادي عصاية ملزقين. آخر شيء يمكن بعت الملف على مرجعه، ما في شكوى وما أخذتها بنية سيئة، لا اللقاء مع النقيب ولا الاستماع ولا هيدي ولا غيرها. أنا ما ممكن تخيل كنت قبل اللي صار معي إنه نائبة المحامين بتعاطى مع عضو من أعضائها بهالشكل، محامي بطريقة خلسة ومن تحت لتحت ومنا واضحة ومنا صادقة ومنا صريحة وإلى آخره. طيب نهار الثلاثة كان عندي مراجعة في أحد المحامين المدرجين بده يسجل على اسمي. طلعت بلتقي بالأستاذ فادي المصري عضو مجلس النقابة. شوفوا هيك بيقول لي بس بدي أحكي معك شوي. فت لجوا بفتح هيك بلاقي 1 2 3 4 5 شكاوى مسلكية قدامه. زلمة محتار يعني هو بحد ذاته شو عم بيصير. قلت له شو هو؟ طلعت فيهم شوي قلت له يا عمي هودي محول على اساسهم من قبل مجلس تأديبي ومن من الاستاذ الكسندر نجار كلهم ومنهم هونيك يعني. قلت له طب هو شو جابهم؟ شو احيا الاموات؟ طلعت هيك لقيت محولين. قال لي النقيب محولين من النقيب باخر 22 واول 23 لحد شباط. صدمت انا. النقيب طول عمري بصدقه واللي بدي اعمله بقوله، واساسا ما بدي احكي بالاذن وهيك. كنت اجي لعنده اقول له اذا في شيء قل لي كذا، ولا حدا قال لي ما تعمل شغله. على كل موضوع ثاني. شو القصه؟ امبارح جهاد العرب هو اليوم بظهر من النقابه بدق لي امين السر سعد الدين الخطيب. بيقول لي انت كنت طالب ومصر على، قلت له لعماد مارتينوس ذكر لي الاستاذ سعد الدين والنقيب بدي الجلسه كمان. ليك قد ايه؟ نياته هيدا صاحب الحق سلطان. ف بيقول لي عندك مانع على تجي الخميس؟ انت كنت طالب وبدنا نستمع لك ونستوضح. قلت له بالعكس يعني كنت مرتبط اساسا قبل بيوم. كان في يقول له ما بدي وعندي شيء اكيد. جيت نهار الخميس اول ما فتت قلت لهم انا شكرتهم وموجوده بالمحضر واتحتوا لي الفرصه لانه انا ما بتوقع، ما بدها تزاكي نقابه مجلس نقابه محامي بيروت يكون عم يشتغل بطرق واطيه وملتويه. ما بتوقع. انا محامي بحياتي ما اجى تبليغ ورفضته، انا بروح بلحقه. يعني شايفين الوضع وغيره رح احكيهم بالسياق. اللي صار بالجلسه خطير جدا جدا جدا، يعني وصل الى حد ارتكاب جرم جزائي من قبل نقيب واعضاء مجلس نقابه محامي بيروت. هالقد بكل مسؤوليه عم بقولها. بلشنا وشكرناهم وطلبت اعمل مقدمه. طبعا لاقي في ممانعه الوقت، انا جاي احكي جايين تسمعوا لي واسمع لكم. مشينا شوي. طبعا نلخص متحدون اوف يا جماعه. متحدون شيء والمحامي رامي علاق شيء. متحدون منصه لمكافحه الفساد مثل كل المنصات بلبنان وبرا وكذا، ورامي علاق محامي قانوني بهالمنصه اللي فيها محامين وفيها اعلاميين وفيها ناشطين وغيره. يا عمي لقيت انا عم بعمل جهد. هيدي الحقيقه. لا، كل الاسئله وكل سؤال متحدون رامي علاق بنحملك مسؤوليه عن كل شيء. قلت له انا بتحمل التوجه العام بتبناه، بس
في فريق، في 30 40 واحد كانوا يشتغلوا. طيب بدي اطلع عن هيدي، برجع مشينا بالحكي يا عمي، عم بحكي شيء. هلا رح اعطي امثله بس بتاني جلسه لك. عم بحكي شيء بلاقي قاعد اثنين بوجهي، النقيب قاعد براس الطاوله، البقايا ماشي، سعد الدين الخطيب وعماد مارتينوس اللي عم يكتب المحضر. بقول لهم شيء، بعطي امثله. مثلا ابو غزاله، موضوع الادعاء برا وكذا، موضوع فاتوا فيه جمعيه صرخه المودعين، انا وكيلهم. بيقولوا لي انه انت تتبنى، حتى بعد ما انسالت مزبوط، انه يتبنى المنشور تبع ابو غزاله اللي عليه ارقام متحدون. طلعت قلت له انت بحق لك تسال اللي بدك اياه وجاوب اللي بدي اياه، اوكي، وبتسجل الامور بامانه مثل ما هي. نخلص بالسجال، اخر شيء بجاوبه بقول له انا ضد هيدي الخطوه، ضد الخطوه تبعت ابو غزاله، مش هو بالشخصي، ولكن لاني بعرف بالقانون وبلشناها من قبل، ما بتودي هيدي البابازات الاعلاميه حلوه فقاعات، بس انا بدي حق المودعين يرجع الاموال ترجع. وجهه نظر. واكثر من هيك قلت له انا اذا صار في خلاف مع جمعيه صرخه المودعين ومع علاء تحديدا على موضوع هو هيدا الموضوع، ماني راضي، وهن حطوها على الصفحه عندهم وحاطين الوكاله واسماء، وهذا بيدخل بباب الدعايه وما بيجوز. ومتحدون طلعوا بيان استنكروا. اكثر من هيك نحكي كل هالحكي وسجال. سعد الدين الخطيب بيقول له يتبنى ما ورد بمنشور ابو غزاله والارقام الموجوده ارقام متحدون. يعني اي لغه بتفهم انت يا حبيبي؟ عم بحكيك الامور واضحه وصريحه، بدك تركبها تركيب. ومرات قد ما في امثله هيك. قلت لهم شو هالتحامل؟ نسوا التحامل. قلت لهم حاسس حالي قاعد بمخفر عم بتديروا مخابرات، رتيب التحقيق عم بحقق معي، يا اما مضغوط عليه ومهدد يا اما قابض. قلت لهم هيك حاسس حالي، تحطوا لي الكلمات بتحرفون مثل ما بدكم، شو بدنا؟ قطعت اول جلسه، ما عليه، صار في كثير، عم بعطي مثل بس. قطعت اول جلسه، الامور محطوطه بهالاطار. طبعا كان غايب الاستاذ عبدو لحود والاستاذ الكسندر نجار، مسافرين او شيء. سالت انا على الاستاذ الكسندر نجار، قلت لهم طلبتك هون لانه هذه استيضاح وجهات نظر مختلفه بدي اوضحها، عم يبنى عليها قرارات خاصه بحياتي وحياه عالم ومهنه طويله عريضه وبلد. قطعت اول جلسه، بدنا هيك جلسه ثانيه الخميس اللي بعده. اهلا وسهلا. وطبعا انا يعني اول ما فتت بس لتعرفوا، لانه عم ينحكى عن تسجيلاته، كان معي تليفونين. قلت لها ست ليلى بليز خليهم عندك، بديش متقلين لي الجاكيت يعني اساسا لو كانوا معي. طلعت هيك انه ارتياق. يا جماعه انا محامي، انا بعمري مش مسجل مكالمه، ما بعرف كيف التليفون بسجل. لما المحامي بده يضطر يسجل مكالمه او يسجل لغيره، مثل المحامين، بعض المحامين بفوتوا عند القضاة وبسجلوا. هذا مش لازم يكون محامي، حشته ضعيفه، اللي بيعمل هيك ضعيف، اخلاقي ما بتسمح لي، اهلي مش هيك مربيني. مشينا قاعد على الطرف الاستاذ جوزيف شاول، قدامه مكنه، ما بعرف شو عم بيصير، بس ما عم قال لي شيء. جينا قبل ما يجي على الجلسه الثانيه، بيصير في حكي من المحامين وبتبلش القصه تروح قصه حريات وبيصير في، الحمد لله وفرتوا لنا فرصه نتحد، لانه اذا ما اتحدنا محامين بالاول ولبنانيه بعدين ومودعين وغيرهم، ما حدا رح يحقق شيء. طيب جيت على الجلسه الثانيه، يعني بلشت اللي قريتهم اللي قلتهم مزبوطين، طلعت على المحضر. هلا رح احكي على المحضر مره مش اعطي مثلين. مشينا. طيب بنحكي عن موضوع، بيحكوني عن موضوع التأمين، انه انا بس طلعت بعد السجن ببعبدا بعد بنك الاعتماد،
انه ما عندي تامين. ايه كنت منفعل، ما عندي تامين. وهي قصه انسانيه بقلبه. النقيب بيحكي على فكره، النقيب يعني بيتدخل بمطارح وبيقول ايه هو يمارس المهنه كرساله، يعني في نفحات ايجابيه. تفاجأت يعني اللي بيقرا المحضر اساسا، المحضرين عشو شطبوه. ما في شغله عملت بتستاهل، يمكن لو ما بتستاهل. بالاخر في دور عم ينعمل، ما قلنا بالاول يعني هذا الناس مش مالكه قراره، مشكله كبيره هيدي. قلت لهم انا بدي من النقابه ومن حرصي، وسالتهم ليه ما بتحتضنوني، ليه ما بتحتضنونا اللي بيعملوا هيك وبيكافحوا الفساد. قلت لهم انا اساسا بلشت متحدون مع زملاء وقت النقيب انطونيو الهاشم. اول شكوى، اول لوجو هذا اللي عنا، هذا اللي بدنا نعمله ضمان الاجتماعي، وكان في اعضاء مجلس نقابه منبارك ومندعم وشو بدكم. هيك بلشنا. انا زلمه مؤمن بنقابتي، مؤمن بمهنتي مثل ما مؤمن بالقضاء اللبناني. شو ما كان ما في حل لاي بلد من دونهم. القضاء هو جزء من العداله والمحاماه هو الجزء الثاني. وعلى فكره المحامين ساهموا اكثر بالفساد من القضاة، لانه المحامي هو اللي بيمثل وبيسمسر وبيجيب الوقايع وبيحطها قدام القاضي. يعني للاسف بس بلشنا شوي القضاة ياخذوا قرارات باسم الشعب. القاضي عناني، القاضي نادي مطران، اماني سلامه، رونا عبد الله الى اخره. مش عم يعني احصر انه اخيرا لا، المصارف واصحاب المصارف والمافيا بطلنا قادرين حاطين ايدنا على القضاء مثل ما بالاول بشكل كامل. ما قلنا الا النقابه، ندق بالمحامين عبر النقابه. شو هالدور يا جماعه؟ انتم رجعتوا حالكم، شفتوا الظروف. على كل بالاخر قلت لهم انا ما بيليق بنقيب المحامين ونقابه المحامين انه يقدم طلب للتأمين مثل ميات الطلبات. شهرين ونص عم نراجع يمكن كل يوم، هول الأساتذة كلهم آخر شيء ضاع الطلب وما بت فيه النقيب. قلت لهم ما بيليق طلب مسجل أصولا نقابة المحامين يضيع. بينط سعد الدين. طبعا أنا مش حفوت يعني في تفاصيل، عم بحكي بس شواهد، لأنه الوضع أبعد من محامي مشطوب ونقابة. تعرفوا أنتوا وين؟ وآخر حجر كان في أمل يغطينا ويغطي كاشفي الفساد اللي هو واجبه، بدل ما يعرضهم ويكشفهم ويشطبهم ويضيق عليهم ويقمعهم ويرهبهم. سقط. ايه استاذ نزار، سقطت النقابه او مجلس النقابه، عفوا النقابه ما بتسقط، اكبر منكم. هالعراقه اللي كانت انتم جيتوا بفتره لتدنسوها. انتم مش صالحين. على كل حال المحامين قدامهم انتخابات ومنا قصه اسماء. في 12 13 واحد لازم ما حدا منهم يكون بعده ولي على محامي واحد، لانه غير مؤتمن، مسيء لوكالته، خاين لقسمه. ما بدي احكي عن الشعارات الانتخابيه اساسا اللي ولا واحد منا تطبق، بس يعرفوا المحامين شو بدهم وكيف بيوصلوا لهون. هذا موضوع تاني. بيطلع الصراخ، ما بسمح لك تحكي هيك مع النقيب، ما بسمح لك تتهجم على النقابه. بيسمعون الاساتذه. اساسا اكثر مكان سلطوي قمعي بالجمهوريه اللبنانيه هو نقابه المحامين. بدل ما يربوا المحامي ويدربوه ليكون قد حاله وعنده ثقه بالنفس وبيعبر، السلطه العليا، الباب العالي، بياخذوه على القرون الوسطى دغري. traveling through time, one way ticket to the middle ages. هيك بدكم تطلعوا اجيال. وقامت وظهر النقيب لبرا طلعت هيك. هلا تذكرت شغله الانكى من هيك على قصه التسجيلات. انا بعد ما انقل لي اصولا لازم ينقل لي في تسجيلات من الاول يا عمي. هذه ايه الف باء تاء. بتكون الجلسه الثانيه حد اخرها ما بعرف مين بيحكي، الاستاذ جوزيف شاول او كذا، انه الجلسه مسجله. انا كنت بعرف انه بيسجلوا الجلسات واساتذه. قلت له لازم تقولوا من الاول هيك يعني. ونحن بس فتت الاستاذ الكسندر كان رايح. قلت له ليش فل؟ قال منشان الكونفليكت اوف انترست، تضارب المصالح. قلت له ليش انا بجلسه استيضاح عنوان الدعوه وهيك انه شو.
انه يعني بدي اقول استدرجتوني، عيب، مش منيحه بحقكم، وبدي اياه يكون كان راح النقيب قال بقعد قعده ثانيه و لك صارت شغله كمان هون. ما عليه. بالجلسه الاولى بيسالني النقيب او عماد او سعد الدين، مزبوط انت طلبت من الكسندر عضو مجلس النقابه الكسندر نجار $1 مليون لتتراجع عن شكوى مكتف باوتيل سمولفيل؟ اول شيء بأسف انه انتو توجهوا لي هذا السؤال. المحامي شو شغلته؟ بحكي بالمبدأ يمثل موكله بأمانة ويعمل تسوية أو قرار قضائي. قلت له أول شيء ما بتقلي عضو مجلس النقابة، ما خصه بهذه الصفة، هو وكيل خصم. أنا وكيل مودعين علاء خورشيد وتسعة معه من جمعية صرخة المودعين، وهو وكيل خصم. ثاني شيء أنا جيت سألت الموكلين المودعين اللي فاتوا من لبنان، من مصر، من سوريا، من الأردن، شو بدكم؟ بدهم يحصلوا على مصرياتهم. كنا عم نحكي بالكلاس اكشن وممكن، وبلبنان ما في هيدا اقرب شيء، ولهم الفضل بكل شكوى مكتف. بعدين بعد ما كفوا يد القاضي وكان متحدون الى اخره، وحددوا هالقد بدنا، وما بينمثل مال العام. بس لتعرفوا شغله، بركبوا لنا جهاد العرب، ما بمد ايدي على قرش بالمال العام، والا ما بكون فاسد عم بحارب فساد او عم يدعي محاربه الفساد. هذا اللي صار، وما اتفقنا، وكان قاعد معي علاء خورشيد، كله واضح يعني ما في شيء خبيه، ضبضبوها وكذا، لقوا حالهم غلط. على سيره الاستاذ نجار، طيب بيقوم، كنت على التسجيلات، بيقوم الاستاذ جوزيف بيسكتوا كلهم، معي حق، مش منيح بحق النقابه وشو عم تطمعوا وكذا، عملتوا غلطه قولوها. ولك من باب انساني بتتركوني، انا اول سنه بعدني من 25 سنه، هاي السنه بلا تامين صحي، ما بدي فوت بالقصص طيب نرجع. ما بشوف لك الا اثناء ولعت القصه وهيك وفي حجه عندي، بيقوم المره الوحيده الاستاذ جوزيف شاول بيبرم. اول شيء قبل ما يقوم بيقول لي صوتك عالي، اطفي، مش ضروري يكون في ميكرو. ما بنتبه، بضلنا بالسجال. ما بشوف لك الا بيقوم الكرسي بيبرم، في فنجان قهوه قدام هيك بزيحه، بيقول لي هون بوس الميكرو اوف. هلا انا بقى انا من امبارح هيك عم بتذكر والتسجيلات، ما بدكم اياها تطلع هيدي بالتسجيلات لانه النقابه مطالبه فيها، هيدا مجلس نقابه المحامين. على كل، طيب تجي الامور. كمان سؤال، سعد الدين هو بالحامل رايه القتال. انت موجود، حدا بيقول بسمع كلمه تحقيق نحن وعم نحكي، وبلشت تحمل امور، وصرت تشوف انه في يعني في شيء مركب معلب خالص، ورفع عتب الاسئله. واحد بحسها 4 ساعات وشوي، جلستين. حدا قال كلمه تحقيق، عملت ضيع على الطاوله هيك، قلت لهم شو هي جلسه استيضاح، رجع اقرا المحضر حضره النقيب كذا، اوكي. وبلغوني، انتبه، وقتها حكياني سعد الدين، بعثوا لي على المكتب، ما شفتها انه استماع، يعني ما بلعب هاللعبات، انا محامي بحترم حالي. المهم جينا على مطرح، شو خاص هيدا؟ في شيء بعنوان الجلسه، النقيب بيتدخل، هيدي من الامور اللي بيشهد له فيها. رجعوا قروا اول المحضر باول جلسه للاستيضاح، وصلنا حقي، ما حدا قال لي تحقيق وما بعرف شو. قلت لهم يا جماعه، اذا واحد هيك اذا واحد راح على جلسه جزا بحضر حاله بالقضيه بالجزا، واحد بده يحضر حاله. وقلت لكل مقام مقال، لغه عربيه مباشره. ما بشوف لك الا بيطلع عماد مارتينوس، لا، والثاني سعد الدين، لا مدري شو، ما بيحق لك تتهجم، مقامك مش فوق الطاوله، تحت الطاوله. مارتينوس انه انا بعرف عم عيني، نحن ما عم بحتك بالعالم كثير وهيك، لانه مستوى الخطاب بلبنان بهالبلد اللي صار demoralized nation lawless state، انحلال اخلاقي لحد العفن،
الناس ما بتعرف تحكي معها هالايام. وطي المستوى. بس ما توقعت. يا اخي يعني لكل مقام مقال، ما عم بحكي عن مقامك ولا عن مقامي، انت عم تكتب محضر، هلا ما بتحكي عن المحضر وتفاصيله، خلي المحكمة تقرر. كيف هيك؟ طلع الصوت وهيطة يا حبيبي. هذا النموذج اللي عندنا يعني. غير هيك مطرح من المطارح، كيف بتحطوا انتو اعلان جمعية الأهد، ما بعرف التنمية البشرية، وانه بدكم مصاري عشان شيء خاصه بالمودعين؟ قلت له ايه شو المشكلة؟ ما الجمعيات بتعيش على الهبات والمساعدات. قلت له بس لأحكي لكم القصة معليه. قلت له قدمنا مع مجموعة زملاء كتار من متحدون ورواد العدالة وغيرهم دعوة على أعضاء المجلس المركزي وسلامة وغيرهم عند قاضي التحقيق الأول بالبقاع الرئيسة أماني سلامة. في عنا 42 واحد والدعوة هالقد، يعني في عنا 10800 صفحة تبليغ واحد بده يتصوروا كلهم. قلت له فيش معنى، والمودعين أنا صرت طبيب نفساني أكثر من أني محامي، عم شوف الكوارث اللي عم يوقعوا فيها واللي عم بيموت واللي. قلت لكم جيبوا مصاري، قلنا لهم جيبوا مصاري، ما هذا عملنا هالحل لنساعد. قال لي يعني ما اخذته؟ قلت له ما اخذنا شيء من المصاري وما شو هالسؤال؟ قلت لهم مش هذا انا اللي بدي اسالكم. قلت لهم طلعوا اثنين محاميتين من المكتب على البقاع، بتحكيني محاميه بتقول لي ها شوي انه كانه بدنا نعطي الكاتب كتاره. عبقت فيها. بتعرفي اللي ببرطل بالمكتب تبعي، اللي ببرطل محامي بياخذ اغراضه وبيترك المكتب. قلت لهم هيك، قلت لهم بتحداكم بكل لبنان حدا عم يشتغل بالمهنه بهالامانه والشرف والادب والاصول. شو عملوا؟ قعدوا المحاميتين يكتبوا هن هيك بده يقبض، ما خص يكتبوا هن انه عم يجوا يوم واحد، ما عم حلل الموضوع، يكتبوا هن اشعارات التبليغ اكثر من هيك. والف تحيه وشكر القاضي سلام اللي قالت لهم فيكم تستعملوا مكنه الفاكس. اول مره بيبعتوا للفصائل هن 42 تبليغ بضلوا للساعه 6:30 المساء. قلت لهم انتم بدكم هيك المحاماه تنعمل؟ هول العالم لازم تعلقوا لهم اوسمه، لانه ما في واحد فاسد شو ما كان يستسهل ممارسه الفساد ويدعي محاربه الفساد. ما بدكم هيك محامين؟ بدكم سماسرة وبلا أخلاق مقدمين 10 شكاوى مسلكية انطرح الموضوع. كلهم على الحفظ مش مقدمينهم واحد. شو بدي هلا بموضوع مكتفه واقف مع الأستاذ إسبر هونيك. بيجي كونكشن بعده ايه قطش شوي. بيجي المحامي، نحن عم نحكي بحط ايده بخناقه وبتفشني على الحيط. طيب قدمنا شكوى، ما في اذن تنحفظ، وبالشكوى اللي علي تنعطى الاذن والى اخره. انه كيف يعني؟ انه نحن عم نشتكي من السلطه لانه السلطه قمعيه وبتركب وبتعلب بيشتغلوا فاسدين. طب ما اللي بيشتغل هيك مين هن؟ السلطه. شو عم تعملوا انتو؟ المحامين العالم مأملة فيكم، متأملة فيكم. يا محلى اللي مبين فاسد وعم يعمل اللي عم يعمله من اللي مدعي العفة ومحاربة الفساد هو أفسد من الفاسد. على كل طيب 184 عقوبات، كيف ما بحق؟ شو عم نحكي نحن؟ عم نحكي قانون، ما نحن دارسين وبنفهم. قلت له انا بقول لكم شغله، بقول لكم بصراحه الفكره ما طلعت من عندي. كان في اجتماع قضاة ومحامين، قضاة طرحوها لما 1.5 سنة دعاوى ما وصلنا لمطرح. شو بنعمل؟ بنقول له للمودع خلاص روح موت هيك؟ انا ماني بكون محامي اساسا. للكل بدي اقولها، هيدي كثير 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 مهمه، وهيدي معليه الاعلام الاجنبي عم بيغطي افضل من الاعلام المحلي المنشره. نحن هلا اللي بيلاحظ عمليه التعتيم يعني مهوله. ما بدي احكي فيهم، هو مش مشكله، الحق بضل يطلع صوته، مثل ما حدا قال هون ما بيصح الا الصحيح. بعده
ماشي اوكي، حدا قال انقطع البث يمكن دقيقه. طيب طرحت فكره ال 184 عقوبات ليه؟ القضاء بحاله عجز، بس قول قضاء على طول مش عم عمم، كل مطرح المصارف ومافيا المصارف متحكمه، السياسيين وراهم، مصرف لبنان. طيب والناس استنفدنا كل الوسائل، بعد في حل يروح العالم تفوت ببعضها تعمل مواجهه دمويه. انا محامي مسؤول، اخر شيء بدي اياه الدم، لانه انا وظيفتي امنع هيدي الامور قدر الامكان. طرحنا الموضوع لنخلق بافر زون، يعني منطقه وسطى هدفها مثل ما قلناها بالاول وبالنص وبالاخر تحفيز القضاء، الحث القضاة، دعم القضاة الخيرين، مشان ما يضلوا الضغط بالجهه الثانيه يغلب الضغط تبع اصحاب الحقوق والمودعين، ولنمنع اعمال عنف موصوفه تصير. لك هيدا هدفنا، حطيتونا بالمطرح الثاني، حتى لو فاتوا على المصارف وفتنا معهم. ايه بيسالني عن الفوتة على المصرف، لك المودع علي الساحلي وكلهم ما بدهم اياني ضل. وقت عرض مدعي عام التمييز والمحامي التمييزي خوري وعويدات والضابط ترجوني، طلع لبرا الساعه 1 وقت حادثه اعتماد اللبناني، وما بيصير لك، ما بتتوقف وتابع مع وكيلك من برا. انا بقول لكم ايه، فكرت وكلهم قالوا لي ظهار علي الساحلي ما بنسى، يعني رح يدفشني بعد شوي. قلت له طلعت هيك حدا معه مسدس وعالم كتير وفي يعني هو عصبي علي شوي، لقيت حالي يا عمي صار شيء ما صار، بقيت وتوقفت طبعا من دون تهمه لحد هلا، يعني بالمزح ماشي. واللي عملته عملت عملي كمحامي لازم يتعلق لي عليه وسام، مش توقف ولا تعطي الاذن نائبه مجلس نائبه المحامين. هذا اللي عملته، وما صار ولا ضربه كف، ما صار ولا اي في شيء جوا بعد بحكيت عنه يمكن بده كتاب، هيدا ما صار شيء، كله انحل بطريقه. اخذ المودع حقه، نظمت له دوري شغلتين، نظم له الاوراق مزبوط، دولار يساوي دولار، اول مره بتتنظم مزبوط، قبل بالعمليات الثانيه كان فيها فوضى وتخريب وهو استعمال القوه، كل شافه يعني ما برضى. اوكي بالحد البس بدنا نجيب لك وديعتك، ما تروح اكثر من هيك، هو عالم مثلهم، موظفين المصارف اقرب النا من باقي العالم، انتوا لازم تحتضنوني برافو. خلقنا مبادره قانونيه، ما بقي سفير دول اوروبيه وغيرها، وما بقي اعلامي اجنبي، ما بقي ان الناس الا سالني على 184 والمبادره وكيف قدرنا عملنا طريقه منعنا سقوط دماء ووقفنا العنف. وهذا الهدف، الاعلام والبنوك صوروه بمطرح ثاني، بدل ما انتم توضحوا الامور وتحضنوا المحامين اللي هن هيك عم يشتغلوا، بتروحوا بتصفوا. هي وهون لك يا عمي بيجي الاعلام، بيجي انا بمرق بشوف لا، بروح بيسالوا بيقول له في فيتو حرامي علام. طيب شعار متحد في فيتو، وصلت حتى الاعلام الاجنبي اللي بيجي صار يقول لنا ليش عاملين لهم كونديشننج وترهيب. على كل مثل ما قلنا ما بيصح الا الصحيح. طيب هذا اللي صار وهذا اللي عم بيصير، وبالاخر مش هون، ما بدي فوت اكثر بتفاصيل، ذكرت شواهد مثل ما قلنا الامور عند القضاء، مع انه نحن متوقعين كنا اليوم لاسباب قانونيه يصدر قرار بوقف التنفيذ، تنفيذ قرار النقابه. ليه؟ بشكل بسيط، منطق قانوني بسيط، لانه كان في عنا الدعوه الاولى ناطرين فيها قرار قبل بيوم يومين من موعد صدور الحكم، طلبوا انه نربط الجديد الشطب الاداري بالشطب الاول، مش نحن طلبنا. المنطق بيقول بلا القصص الثانيه انه طالما طالع وقف تنفيذ وهن اللي طلبوا، فمن الاولى ينسحب وقف التنفيذ على هيدي، لانه ظلم بيصير. طبعا ما عم بحكي مش باطار قضائي نهائي، عندي ثقه واحترام للقضاء ولهيدي المحكمه بالذات، وما بدي فوت لهونيك، يعني ما حدا يلعب هاللعبه الوسخه. اللي صار انه يمكن نحن اخرنا صدور القرار، ايه اعطونا المحضر. ليه؟ لانه بس طلع قرار مجلس النقابه اللي تبلغته بعد ب20 يوم وقبل بجمعه وقت متحدون طلعوا اذا صح الخبر، كيف بنعرف شوي فيه؟
استاذي سمنتا عند القاضي ارليت ثابت، صرنا شهرين ثلاثه عم نستجدي موعد جلسه رياض سلامه، اهم ملف واول ملف راجع من التمييز وغيره. ليكو الحجه، ليك بتقول لما الاستاذ علاء انشطب. لا ايه انشطب بالمره الاولى؟ لا مره ثانيه. ما معي خبر، انا عضو بالنقابه، لازم تبلغ اصولا. لك عم تشتكوا من السوشيال ميديا والاعلام، لك انتم لازم تتحاكموا عليهم. هي عم تبلغنا انه بالقرار، هي عارفه نحن مش عارفين، المحامين مش مبلغ، بيطلع القرار بيضل 20 يوم لتبلغوا. شو عم تشتغلوا انتم؟ محاماه اصول. وبترجع شو قبل ب5 ايام بيطلع بالاعلام تسريبه انه معلومات عن انه شاطب المحامي علاء اداريا، وبتلاقي كيف تسرب النقابه. انتم لازم تتحاكموا يا نائب ويا مجلس اللي بتعملوا هيك. لك بدكم الشيء وعكسه. واذا تعهد، ما معي النص هون، اذا تعهد وما بعرف شو قال وفي يرجع. انتم هيك بتبلغوا محامي نائب واعضاء مجلس نقابه، محامي بالنقابه، هيك بتبلغوا القرار؟ على شو عم تشتكوا انتم؟ على كل حال بالاخر نطلع بالقرار مثل ما قلنا، ما راح فوت كثير تفاصيل، بلاقي بمطرح 2 3 واكثر، بس هودي ثابتين مع كل السجال وكل رفع الصوت وكل طلب بالاصول. في جمله اذا بلا كلمه عدم بتصير بالقلب 180 درجه. كل هيك وحاطينهم مثل ما بدكم، تقول له يتبع. لك يا خيي انا قلت بشكل واضح، هودي مش ارقام متحدون، هيدا مش مدري متحدون، هيدا مش الي. بعد خناقات واخر شيء بقرار النقابه بيرجعوا بيحطوا زيت الحكي اللي هن بدهم اياه، اللي هو فيه تحوير تشويه تحريف. يا جماعه ما عليه، ما بدي احكي كنت هالقد، بدي اقول جرم جزائي، تزوير موصوف. مجلس نائبة المحامين في بيروت، انا ماني مبسوط عم بحكي، وطلبنا قبل ما نطلع بهالطلعه وقبل ما خليت محامي بيعرف النائب يا جماعه بلا ما ننشر غسيل. الاستاذه فرانسواز قالت انه نظبطها ضمن اهل البيت بلا ما تروح الامور هالقد. الحمد لله نيتي منيحه، ربنا وفقني، عملني فخ اخر شيء انقلب عليكم. هذا اللي صار وهذا اللي عم بيصير. كان اكثر من هيك. عشان هيك نحن طلبنا المحضر والمستندات المرفقه للتسجيل جزء منه. واساسا كيف انتهت، معلش بس قبل ما خلص بهذا الموضوع، كيف انتهت اول ثاني جلسه؟ بس تحقيق وكذا يا جماعه حتى النائب تدخل ايجابا هون، يعني ما عم بفهم كيف الحكي لحاله بقد. حطيت قلت لهم اذا القصه هيك، اذا القصه بتخالف عنوان الدعوه وانا معمول لي كمين وفخ، حطيت ايدي مره ثانيه وبدي اقوم، خليني خلص ما لي محل هون، بتحفظ على كل شيء قلته. وبدغري خلينا نخلص الجلسه. هيك خلصت الجلسه. اجى الاستاذ عماد جاب المحضر، عم بقرا. انا اول مره قريت وصلحت وبراف وكذا، وما بدي احكي كثير، يعني شيء بيستحي الواحد منه. ثاني مره القصه هيك، طبعا كل توقيع قالوا شو؟ قال هو بتحفظ وحاطط باراجراف هالقد، اجتزاء وتشويه ومخالفه عنوان الدعوه، حطيت انه تحفظت اشد التحفظ عليهم. بس مش هون، مش بس هون نحن وعم نصلح، ما عليه، نحن وعم نصلح. بقول له خيي هيك براف 2 3 4، بعد شوي ما بشوف لك الا عم بشخر. قلت له يا عفوا انا مش جاي اعلمكم كيف تكتبوا محضر، انتم مجلس، انت مفوض قصر عدل، حط صح. ضل بعدين قد ما صار في تصليحات اخر شيء ضل يكفي ما يقلي امضي وبراف، بشوف لك الا عم بشخط هيك جمل وسطور. قلت له يا استاذ عماد، حتى سعد الدين اجى شوي انه النقيب شاف شو عم يعمل هيدا. قال لي انا بستحي، ما عليه، قال لي انا بضيف اللي بدي اياه وبشخط اللي بدي وبشحط اللي بدي اياه. ما عليه شغله، ما في شيء شخصي. وانت
بس سمعنا كلمة تحقيق، شو بدك يعني؟ انه انت معي بس حطتني على المسلخ والمذبحة. بنقول تحقيق بيعمل لي، هو بتعمل لي بعيونك إيه انه عم بتظبط يعني، عم تسيرني. انت معي، انت مفوض قصر عدل نقابة المحامين في بيروت. انت هيك والله؟ انت مباشر بس جاي تبلغ وتنفذ اوامر. الحق يعلو ولا يعلى عليه. هالقد اذا بتذكر بعد بساعتين ما بخلص، بس مثل ما قلنا خلي الامور تاخذ مسارها عند المحكمة. وبهالموضوع قبل ما انهي بتعداد 13 واحد من نقيب كاسبار لواحد واحد، حكينا عن البعض منهم لأنه القرار بالإجماع. أوكي؟ ما بنسى قبل منا كيف الأستاذ وجيه مسعد، اللي ما بعرف قد ايه بحترمه وما بعرف قد ايه مصدوم فيه، بتلفني بهنيني بقرار محكمة التمييز تبع فرنسا بانك. ولو بتعرفوا شو أخذ جهد، وهيدا لازم تعلق وسام للمحامي. أنا والله غير المحامين اللي عملوه شغل بحق الله، وشغل في مثابرة سابقة، قرار تاريخي بيحطوه بمجلة العدل من أهم كم قرار. تخيلوا يعني إنه المحامين اللي عم يشتغلوا هيك في 7 قرارات من محكمة التمييز والقاضي عناني، حاجز على الاحتياطي الإلزامي اللي هودي سوابق. يعني بدل ما أنتوا تكافئوا الناس اللي عملوهم، مش عم بفهم، ما تحكي أكتر يعني. اللي بدي أقوله ما عليه، يا نقيب، أنت نقيب محامين، اللي عملته لا يمت إلى هذا العنوان بصلة. بزعل لأنه في ود بيني وبينك مطرح من المطارح، وحطول نحكي وقل لك اوعى. أنا بحياتي، أنا أخلاقي، أنا ما بغدر، أنا اللي عندي اللي جواتي على راس لساني. ما توقعت إني انغدر وبهالطريقة. ما حدا يبري حاله، نطرت حدا يطلع يقول عندي تحفظ في شيء ما بدي احكي عنه، بس في خلل، يحط كويشن مارك هيك. ملي متولي عملية ذبح رامي علاق واللي مثله، مثل اللي ساكت وعم يمضي له. انتم مجلس نقابة محامين. طيب شغلة تاني، قول عماد مارتينوس أخذ حقه، سعد الدين الخطيب محامي جهاد العرب، ما بعرف هالقصص، الأمور واضحة يعني، واللي صار واضح. أنا عم بحكي للمحامين ومني يعني، أنا مثل ما قلنا عملت محامي لأخده من إنسانيتي ومش بالعكس. إنسانية ترقى فوق هذا الشيء، وآخر شيء بختمها بشيء خاصه بحقوق المحامي وحقوق الإنسان. أنت أمين سر، هداك مفوض قصر، يعني اعطينا امثله يعني. نحن شوي، انا ما بدي احكي كثير بعد، انا بس هيك انه تخنتوها يعني. عم اقول خلي المحامين يشوفوا، حرام تغشون. استاذ وجيه مسعد حكينا، بس كنت متوقع منك شيء. استاذ عبدو لحود، يعني بعد شوي كنا نحن ماشيين وشايفينك مشروع نقيب شو كل ما يصير شيء بالمودعين تلفن لي تهنيني وبرافو انت بتمثلنا ويا بطل انت فخر النقابه. شو استاذي مايا الزغريني بقصص التدرج وكذا. انا بلشت احكي وانه شوف حالي لما حضرت مع محامين عم يتدرجوا الاورال. شو القصه؟ ما بدي فوت بالحكيات اللي حكيتيهم يعني، هو ما بيليقوا. شو القصه؟ على اساس بدك يرحم النقابه اللي كان فيها حزبيين، ولكن بس يجوا على النقابه يشلحوا الثوب الحزبي، يكونوا نقابيين. استاذ فادي المصري، انت من هونيك يعني، من وقت كيف تفوت بهالقصه؟ كبوا عليك 5 شكاوى. استاذ اسكندر نجار، يعني انت بدك تعمل نقيب كنت و هالقد اخذها للامور وعم بتغش الناس. بك يا عمي انا
حاولت شوي، قلت هذا كاتب على اساس كاتب قصص واديب. شو القصه؟ اذا بعد اللي عملته من وقت معرفتك لهلا، عفوا يعني لازم تتحاكم بالساحه العامه. لك ما هالبلد ما هلكوا الا النفاق والكذب والاجندات المخفيه وتحت الطاوله والى اخره. مين بعد؟ معلش من شان ما ننسى حدا، استاذ مروان جبر. بلشنا اساسا وقت قبل الانتخابات وخامه ووالدك النقيب اللي بنحترمه ما بنربط، يعني كل حدا بيحمل وزره. شعارات الانتخابيه وكذا، وعملنا نحن وياك صغناهم ولا شعار اتطبق. غير قصه المصارف. طبعا انا مش عم بحكي عن قصص، يعني انتم بتمثلوا المصارف، جمعيه المصارف، الناس اللي عفوا لهم المونه والقول. خلي الناس تستنتج على كل حال، بس انه ولو خلي بدنا نشوف قدامنا انسان رجال اللي بازرلي. خلي ما انت شفت التامين وهلا انت غبتك شوي، جيت بالاخر والمنيح احسن ما تكون شاهد زور اكثر من هيك. بس ولو وين الاحترام؟ يا جماعه انا لحد هلا بحبكم وما عندي شيء ضد حدا، وبتمنى مع كل اللي عم بحكي قبل ما تكبر رح اقول لكم شو بده يصير. يا جماعه هذا النقابه بيتنا، هذا مطرحنا، هذا مطرح فيها تكون اهم من رئاسه الجمهوريه. حولتوها لوكر فساد بامتياز. استاذي ميسم مودعين والقصص ولو بعد اول جلسه تطلع فيكم انه ما توقعت، لان ظهرت هيك ما توقعت انه انتم تكونوا هالقد بوجين بالاخر خليني اقول شغله، ما عليه. نحن ما تقدمنا بعد. اول شيء بعلق لكم الاساس اللي اختم فيه. انتم اللي عملتوه ما بتعرفوا الاتفاقيات دوليه بمرتبه الدستور. لبنان وقع بال 2008 على اتفاقيه مكافحه الفساد وصدقت يعني بالمجلس النواب، وطلع منا قوانين بعد منه القانون حمايه كاشفي الفساد ويسل بلورز. قلت لكم بالحديث كله كشف الفساد هذا علم اهم من مكافحه، او اهم خطوه لمكافحته. هنيك الواحد بيحمل قانون حمايه كاشفي الفساد وتطبيقاته وتعديلاته غير المواد بمجلس حقوق الانسان عن المحامين ودور المحامي، غير اللي صار، غير الجامعه الامريكيه مشكوره، الجامعه اليسوعيه، غير يعني انا ما حكيت، هلا حكيت شوي. ليه؟ لانه الجو اللي صار جو ينبنى فيه بلد، تخلي الناس تنضم لبعضها، تكاشف مع بعضها، تحكي، تعمل ثوره حقيقيه. اول شيء نحترم قرار المحكمه، وبعدنا واقفين عند حدود المحكمه، محكمه الاستئناف. انا بتذكر حتى من وقت ما كنت متدرج اسمع كل كلام حسن، يعني هيك الواحد بالسب كونشس، يعني باللاوعي بيقول في مدماج، في وتد، في شيء منيح بالقضاء هون وهون، ولا زلت اتمسك بهيك، والا غير هيك وين بنروح على المريخ يعني. ف لحد ما نشوف شو ما قال الامور في اسبوع هلا ليجيبوا التسجيلات، رح نتصرف مثل ما لازم، يعني اللي هن بيردهم نكروا اذا في تسجيلات خليها تكون، يعني ما بدي احكي بالموضوع، قلنا كاملة وغير منقوصة ومعروف كل شيء بالدقيقة. ف لننطل نبني على الشيء مقتضاه. لحد هنيك نحن ناويين مطرح من المطارح بعد ما المحكمة تاخذ دورة ولها كل الاحترام شو ما كان قرارها، في هيئة الوطنية لمكافحة الفساد. انتوا اللي عملتوه مجزرة باللي عم بكافحوا الفساد، من النقيب لل 12 واحد، مش هيك؟ واحد. الشكوى تعرفوا بالجزاء او بالامور اللي لها طابع جنائي او جزائي، شخص بحد ذاته يحمل مسؤولية. غير هيك مجلس حقوق الانسان الحمد لله وقت المصارف تشكينا عليهم وردوا وانبنت علاقة ومصداقية وثقة. بالاسم واحد شكوى عليكم هونيك، تبقى مش اي شكوى. نحن روح شوفوا ملفاتنا، يمكن بتشوفونا بنعيط، نحن بنشتغل علم. انا ما عملت دكتوراه بالاقتصاد والحمد لله، يعني من وقتها اطروحتي كانت عن توزيع الدخل income inequality in Lebanon and the region
كيس ستادي فيرسس كونتري كيس اناليسيس، لانه حاسس الامور بدها تروح بلبنان وبالعالم نحو تركز الثروات وناس تاكل ناس والدول الموازيه والعميقه ول الحمد لله. يمكن دراسه الاقتصاد ما عم بيصير لي مارسها، عم بفهم كل شيء بس للعلم. ف ايه هونيك بتقدم الشكاوى. وطبعا لما يحكي الامين العام للامم المتحده بونزي سكيم وسرقه عصره، يعني ما انتم شوفوا حالكم وين. في امور عم تتغطوا فيها وفي اقنعه بدها تنشال. انا بتعرفوني يعني من ما بترك ما بسكت على الضيم، ولكن تارك بس مجال للود ومحترم المحكمه وخليها تقترح اللي بدها اياه المحكمه. على كل حال ما بدي احكي اكثر من هيك بالموضوع. ايه هيئات حقوق الانسان عملنا ليستا اكثر من 500 هيئه بالعالم، نقابات المحامين بالعالم كلها اللي عم تروحوا تتبجحوا وتشوفوا وتساووا وتفرجوهم عكس الحقيقه. لا 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 لا, لا. هو ناس بيحترموا حالهم وعندهم مصداقيه. هيك الامور رح تروح حتى النهايه مثل ما حكينا وللاسباب اللي حكيناها بالاول. بالنهايه يمكن قعدت شي ساعه، طولت ما بدي اطول، بس اللي بده يعرف اكثر خاصه الزملاء، صار في لقاءات مع الزملاء ورح يصير في لقاءات اكثر. ويمكن قولة احد كبار القضاة جسمك لبيس، ما عليه مستعد بهالمعركه كرمالنا كلنا، كرمال هالبلد الرائع الرائع رغم كل اللي عم بيصير. وبدنا نشيله مثل طائر الفينيق من هالرماد النتن اللي حطيتوه تحته. إن غدا لناظره قريب. بس هيك بدي أقول على كامل الاستعداد حتى آخر نفس ونبض. يعطيكم العافية.